قبل ما نبدأ الملخص الجزء الأول والتاني هتلاقوه في أول تعليق مثبت. هنا ميناسي بتقول لهم خلاص أنا هتغدى لوحدي. ساكي بترد عليها يعني ما عندكيش أي مشكلة، وطبعا الطلاب بيسمعوا أصوات. هنا ساكي بتقول لهم ممكن تسكتوا دلوقتي. ميناسي بتعتذر منهم وبتقول لهم يمكن هسبب لكم مشاكل. نوايا بيقول لها مستحيل. هنا بتقول له ساكي هو انت كل شويه هتنط لي ولا ايه؟ وبتقول لهم ساكي يلا خلينا نهرب بسرعه. هنا بيكونوا مبسوطين هما مع بعض، وميناسي بتقول لهم ايه رايكم نروح نتغدى في مكان اكيد هيعجبكم. بتقول لها ساكي هو انت متاكده؟ بترد عليها طبعا. هنا بيقول لها خلاص مادام ميناسي واثقه من نفسها هنروح، وطبعا المكان بيكون مقرف. وبتقرف ساكي بتقول لها هو انت ازاي بتاكلي في المكان ده؟ بصراحه مش باين عليكي خالص، انت حلوه وكيوت زيك تاكل في المكان المقرف ده؟ هنا بيروحوا كمان بيفضلوا يلفوا من مكان لمكان، وساكي بتقول لنوايا ممكن انت تروح ما تبقاش واقف قدامنا كده. وطبعا البنات هنا بيفضلوا يتكلموا هي ايه العلاقه اللي بتجمع بيناتهم هما التلاته. طبعا ساكي بتزعل وبتقول خلاص انا انفضحت. ميناسي بترجع كمان تعتذر منها وبتقول لها خلاص ما خلاص مش ضروري تعتذري كل شويه يعني. ونوايا بيقول لها خلاص هنتغدى مع بعض، يعني هنتغدى مع بعض يلا ورايا. وبيجيبهم للمكان ده. يرفع ميناسي عشان تبص على المكان ينفع ولا لا، ولما يبص عليها كده ساكي بتقول له هشيل عيونك من مكانك. بيرد عليها بجد ما كانش قصدي. واخيرا بيلاقوا مكان يناسبهم. ساكي بتقول بجد الاكل جميل جدا، انت بجد طباخه شاطره. وبتشكرها ميناسي بتحضنها وبتقول لها انا بجد اسفه، انا انانيه حبتين. وبيروحوا الحمام مع بعض. هنا بتقول لها ميناسي في اول امتحانات قابلت الشخص اللي انا بحبه. هنا بتقول لها ساكي قصدك على نرجع للماضي شويه. طبعا ميناسي كانت شاهده على كل حاجه لما اول مره نوايا اعترف لساكي ان هو بيحبها. طبعا ساكي رفضته، قالت له مستحيل افكر دلوقتي غير في دراستي. هنا قال لها لما هتنجحي في الامتحانات خلاص هنتجوز. وبترد عليه مش مضطره، كل الطلاب كانوا بيقولوا بقاله 6 سنين هو بيحاول مع ساكي بس هي بترفضه. وطبعا قال لها خلاص بعد ما تنجحي انا متاكد ان انا هخرج معاكي في موعد. طبعا ميناسي هنا اتحمست وقالت شرط جميل جدا. هنا ابتدت تفكر ميناسي هتعمل ايه علشان تكسب قلب نوايا. ميناسي بقت لما بتشوف نوايا بقت بتتخيل ان هو واقف معاها وبيترجاها ان هو يخرج معاها في موعد، بس طبعا املها بيخيب لما بتلاقي واقف جنبه ساكي وبيبارك لها على الامتحانات. هنا بتشكره ساكي وخلاص كأنه ميناسي فقدت الأمل وقالت دلوقتي نجحت وأكيد هتخرج معاه في موعد علشان هو ده كان الرهان والشرط. أنا مش عارفة هعمل إيه دلوقتي، بس بجد أنا طول الوقت ده وأنا بفكر فيه. وبدل نوايا مش هستسلم، يعني أنا هعمل كل جهدي علشان أكون معاه وده الشخص اللي أنا بحبه. وابتدت بالرياضة وكمان ابتدت تشتغل علشان تكون من نفسها وتكون قد المسؤولية. طبعا كان صعب عليها بس قالت خلاص المهم اعمل كل حاجة علشان اكسب قلب نوايا. وعرفت انه اسرع طريقة علشان توصلي لقلب الراجل هي معدته. وطبعا ابتدت تتعلم الطبخ ونجحت كمان في الطبخ وكانت مبسوطة. هنا بيجي دور ان هي تجهز نفسها علشان تروح تتقابل مع نوايا وتعترف له بحبه. وده هو اللي حصل، اعترفت له بحبه مع انها كانت مترددة. وطبعا هنا بنرجع للحاضر. هنا بتقول لها عملت كل ده علشان نوايا. وطبعا نوايا كان سامع كل الكلام ده. تطلب من ساكي انها ما تقولش حاجه لنوايا علشان لو عرف هيقولها انها غبيه واكيد هتموت. وهوب بتلاقيه قدامها بيقول لها انا سمعت كل الكلام، بالعكس لازم تكوني فخوره. بتقول له نعم هو انت سمعت كل حاجه؟ بيرد عليها هو انت ما تعرفيش حمامات الستات جنب الرجاله؟ هنا بتقول ميناسي خلاص يبقى هنا لازم نفترق. وبتروح جري وبيروح وراها مستحيل نفترق. والبنت دي اسمها ميلاكا. هي الاخرى بتدور على نوايا. بتيجي عندها شينو بتقولها وانت بتعملي ايه هنا؟ بتسالها وانت كمان بتعملي ايه هنا؟ وهوب بتيجي جاري ميناسي وكمان وراها نوايا وكمان ساكي. بيتفاجئوا ايه اللي بيحصل هنا وهما الاتنين كمان بيجروا. هنا بيقول لها استني هو انت خلاص هتنسي كل حاجه يعني؟ تفضل تبص عليه كده وطبعا بتتكسف هتعمل ايه معاه. هنا بتقول له لو رفضت اصلا ساكي كنت هتعمل ايه؟ ورد عليها كنت اكيد هلاقي حل تاني. بترد عليه هو ده اللي انا اقصده اصلا. وطبعا ساكي خلاص تعبت وقعدت كده هتعمل ايه. والاتنين دول عندهم فضول ايه اللي بيحصل بالظبط. وبتقول ميناسي اصلا في النهايه اكيد هنفترق انا وانت، وانا اصلا مش غبيه على فكره. هنا بيبص عليها اصلا مين اللي قال عنك غبيه. وبنعرف ان ميناسي عايزه تكون في المرتبه الاولى وبتخاف ان نوايا يبعد عنها.
يرد عليها انتوا الاتنين في نفس المرتبة، يعني في المرتبة الاولى، وما تنسيش ان انا وعدتكم انتوا الاتنين هتكونوا مبسوطين معايا، مش هفرق بينكم. وطبعا هي بتفتكر لما اول مرة اعترف لساكي بحبها وعمل ايه علشان يرتبط بيها. هنا بيمسكها من ايديها وبتقوله اكيد لو عرفت ساكي ان انا عايزة اكون رقم واحد هتزعل، وبكده اكيد هتبعد عني. هنا بيرد عليها ما تخافيش مش هبعد عنك، وانت وياها انا بمرتبط فيكم بنفس الطريقة. وكأنه ساكي بتقوله دايما هتعيد الجملة دي. هنا بيمسك ايديها وبيقول لها اكيد مش هيتغير المستقبل، وانا هبقى معاكي ومع ساكي. هنا بتقوله ولو ساكي زائد هيجرى ايه؟ بيرد عليها اكيد هلاقي حل وهتكلم معاها، المهم مش هسيبك. ميناسي خلاص اتأكدت ان هو كمان بيحبها. هنا بتيجي ساكي وجماعتها بتيجي كأنه مفيش اي حاجة. بتقول شينو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط، وانتي اصلا ايه اللي جمعك بين ساكي ونوايا؟ بتقول لها ساكي ممكن اشرح لك. هنا بتتدخل ميناسي وبتقول لهم خلاص مش هسكت اكتر من كده، انا دلوقتي واثقه في نوايا ان هو بيحبني. وبتحصل الحادثه دي كلهم بتجيلهم الصدمه. ساكي بتقول لها ما كنتش منتظره منك ده خالص، وبتقول لهم ان انا كمان حبيبه نوايا. ليكا بتسأل ساكي هو الكلام ده صح؟ بتفضل ساكي قاعده كده ومش عارفه تقول ايه، وبتقول انا كنت زعلانه على ميناسي كونها بتعاني قدامي، بس واضح انها عايزه تواجهني. بترد عليها ميناسي طبعا نعم، بعد كل اللي انا عملته علشانك تعملي ده انا وثقت فيكي. هنا بتقول لها خلاص وريني اللي عندك. وطبعا بتقول لهم ايوه نوايا بيوعدنا احنا الاتنين، يلا هربي يا بت. وبيروحوا هما التلاتة مع بعض. طبعا كانت عطلة الصيفية قضوها هما التلاتة مع بعض، بياكلوا مع بعض ويناموا مع بعض وكل حاجة بيشاركوها هما التلاتة. وطبعا مليكا بتراقبهم من بعيد. هنا ساكي بتقول لهم دلوقتي هنتصور صورة سيلفي وخلصت العطلة. وبيروحوا المدرسة. بتيجي عنده ميناسي تفضل تبص عليه كده وبتقرب منه. بتقول له هتمسك فيك مش هسيبك. طبعا بيتأثر بكلامها وبيقول لها خلاص دلوقتي حليت المعادلة. ساكي بتغار وبتقرب منه وبتحضنه كمان. هو انت نسيتني ولا ايه؟ طبعا هنا بتكون شينو بتبص عليهم كده وهي بتشرب قهوتها على رواق. يلا اشرحولي ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. بتقول لنوايا اي حاجه هتحصل انت اللي هتدفع الثمن، على فكره مش هسمح انه ساكي تتاذى وانا واقفه جنبها. ساكي بتقول تربيتي بحبك قوي. هنا بتقول له هو انت نسيت قد ايه بقيت بتجري ورا ساكي علشان ترتبط بيها؟ ازاي دلوقتي انت مرتبط في اتنين في نفس الوقت؟ هنا بيقف كده وبيقول لها قبل شهرين حبيت ميناسي وده هو الحل الوحيد اللي لقيت. بترجع تقول له ده مش مبرر على فكره، ازاي تعمل كده؟ ناسي بتبص عليه كده وهي فخورة بيه وبجرأته. هنا بتقول له شينو انت بجد واحد مجنون، ازاي قابلتي اصلا يا ساكي وسكتي على الكلام ده؟ بتفضل تبص عليها كده وبتقول لها بصراحة طبخ ميناسي ما يتقاومش، حبيته جدا. شينو بتقول دي بجد ما يقوس منها. وبتقول له ساكي خلينا نروح البيت ميناسي وانا كمان طبعا. بتقول له هو انت فاكر ان انت هتخليهم هما الاتنين يكونوا مبسوطين؟ بيرد عليها نوايا طبعا وانا مخطط لكل حاجة، وكمان قبل ما نخلص العطلة مجهز رسالة علشان اقول لمامة ساكي على كل اللي بيحصل ده. بترد عليه شيرو انت بجد واحد مجنون. هنا بيقول لها طبعا مش قلتلك هيكونوا مبسوطين، وانت كمان صاحبة ساكي ولازم توقفي جنبها. النظرات دي هي في تالتة في الطريق ولا ايه؟ ساكي بتاخد منه التليفون وبتقوله مش هسمح لك تقول لمامتي عن الكلام ده، ولما نرجع البيت هيكون لي كلام تاني معاك. وطبعا شينو عايشة في عالم تاني، علشان هنا بنعرف انه حتى شينو كانت بتحب نوايا، بس علشان ساكي حاولت ان هي تبعد وكمان تقربهم من بعض مع انها كانت بتتعذب جواها. وهنا بنرجع لفقرة الاكل. بيتغدوا مع بعض وبتكون ساكي زي عوايدها مبسوطة من الاكل وبتحضن ميناسي. بتقول لها بجد انا لسه بفكر اتجوزك لو كنت شاب طبعا. وبتيجي ميليكا بتقول لها ساكي وانت بتعملي ايه هنا؟ بتقول لهم بصراحة انا جيت علشان نوايا، وبتنط فز قدامه. هنا بتحضنه وبتقول لهم انا اصلا انتوا مش همني خالص، بس انا علشان بحب نوايا لازم اكون جنبه. نعم هي دي التالتة ولا ايه اللي بيحصل هنا؟ هنا طبعا ساكي بتقولها هو انت اتجننتي ولا ايه؟ انت بنت مجنونة اكيد. هنا بتجري عنده ميناسي وبتقول لها مش هسمح لك تاخديه مني. هي بتقول لهم هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ وانا كمان مش هسمح لكم، هو انتوا نسيتوا انا اصلا الاولى؟ وهوب بتيجي كمان شينو ايه ده؟ هو انت مش بتوعد بس 2، ده انت بتوعد 3. بيرد عليها بجد بوعد بس 2. وهوب بتطب عليهم كمان شينو
تقول لها مش معنى انتوا، انا كمان ضحيت كتير وهجرب حظي، اكيد هخلي نوايا يقع في حبي، ودلوقتي نوايا اتدبس في 4 مش بس 2، وكل واحدة اجمد من التانية. وايه اللي هيعملوا نوايا مع ال4 دول هنعرفوه في الموسم التاني. لو عايزين اكمل اكتبولي في التعليق. يلا سلام.